طيب يا دكتور، ايه الفرق دلوقتي؟ الموضه طبعا الهوليود سمايل والوايتنج، ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين تبييض الاسنان والاسنان السينمائيه او الهوليوديه زي ما بيقولوا؟ اقول لحضرتك، احنا دلوقتي ما بيجي العيان نشخصه يقول لنا هو هدفه ان اسنانه تبقى حلوه. تمام. فبنشوف المشكله عنده بروز في الفك، يبقى نبتدي نعمل تقويم. فكرنا نرجع بسؤال البروز في الفك ده ضروري. ده مهم جدا، عارف ان هو مشاكله كتير جدا. بيجي حد مثلا عنده مشاكل تسوسات في الاسنان الاماميه. تمام، معانا صوره اهي بالظبط زي الصوره دي. عندنا مشاكل في الاسنان. الصوره اللي فوق بتقول ان هو عندنا مشاكل في الاسنان الاماميه، واضطرينا نعمل لها او العيان عمل لها حشوات بس ما عجبتوش شكلها. لا انا عاوز اغير، فبنيجي نلجا لحاجه اسمها فينير، اللي هو قشره تجميليه بتتلزق على الاسنان زي الصوره اللي تحت. تغير زي ما حضرتك شايفه كده شكل الاسنان تماما. يعني دي فينيرز مش كراون كامل؟ لا، مش طربوش احنا كامل. اتفقنا احنا هندي العيان النصيحه. ده كان ينفعه ان هو ده الحاله دي خاصه تنفع، دي كانت تنفعها طرابيش كامله. تمام. لان اضطرينا ان احنا نعمل كل اسنانه الاماميه حشوات عصب، لان هو كان عنده الام مبرحه قويه جدا. وبعدين ركبنا عليها زي ما حضرتك شايفه الصوره اللي تحت، بنعمل عليها تركيبات اسمها تركيبات زيركون. دي تركيبات بنبرد الاسنان تقريبا ملي من كل جنب كده، ونبتدي نركب عليها المنظر ده، فهو بيشبع. فرق بقى ما بين التبييض وان احنا نعمل هوليود سمايل، احنا في الاخر هدفنا ايه؟ احنا عاوزين سناننا تبقى جميله، صح؟ فانا اللي بنصحه، انا لقيت سنانه مظبوطه وما فيهاش اي مشاكل، يعني مرصوصه جنب بعض ما فيهاش اي مشاكل، خلاص نبتدي نعمل تبييض. وانصحه ان التبييض ده زي الميك اب، حاجه مؤقته تقريبا بيقعد من 6 شهور لممكن لسنه ونص حسب اهتمام العيان. ويعاد طبيعي جدا، بس ما بيرجعش طبعا شكل اسنانه زي الاول، بس يعني بتغمق شويه، فبيضطر ايه يعملها كل فتره. وممكن يبقى مشبع، عشان كده دايما يقول التبييض دايما لمناسبه. يعني خلينا في مناسبه معينه اعمل التبييض. لا انا يا دكتور التبييض دوت بيضايقني ومش كل شويه هاجي، انا عاوز اعمل حاجه دايما. لو سنانه مظبوطه ما فيهاش اي مشاكل، بروح بديله النصيحه اللي بعديها له فينير، اللي هو المتعارف عليه تجاريا هوليود سمايل او الضحكه الهوليوديه. تمام. اللي هي زي يعني افلام الامريكيه. يعني الهوليود سمايل هي فينيرز، هي الفينير مش فول هوليود سمايل. لا احنا نقول هوليود سمايل هو تجميل الاسنان عموما. احنا عاوزين نوصله باي طريقه بقى، باي طريقه. احنا عاوزين فينيرز نوصله أو لجمال كامل، او عاوزين نوصله لشكل جمالي في اسنانه حلو. فبنسميها هوليود سمايل. ازاي بقى ممكن نعملها بالتبييض، نعملها بالتركيبات زي ما قلنا الزيركونيا او الايماكس، نعملها بالفينير، نعملها بالتقويم. اصلا ما ممكن سنانه تبقى حلوه جدا بس ما بينها فلجات، فاحنا ليه انصحه بان هو يعمل فينير؟ طب ما انا كل اللي عملته ان انا هجيب التقويم هقفلهم على بعض والدنيا بقت زي الفل وما فيش اي مشاكل خالص وبيتعايش بشكله حلو جدا. فهي الفكره ان احنا عاوزين نوصله لضحكه سينمائيه او ضحكه حلوه ما فيهاش غلط، ما فيهاش زي ما بيقولوا. ازاي بقى؟ ليها طرق كتير زي ما اتفقنا، من اول التبييض لحد ما بنوصل ان احنا نعمل تقويم. طب الفينيرز دي يا دكتور ثابته؟ يعني في ناس بتقول لك الفينيرز دي ممكن تقع او ممكن تتكسر لانها بتبقى حاجه يعني رقيقه متركبه على الاسنان، هل هي ممكن كده يعني في منها اي قلق؟ لا خالص. اهتمام يبقى مفيش قلق. احنا بنتفق مع العيان، انا هركب لك حاجه، طبعا ببقى عامل فواصل ما بين الاسنان، يعني يقدر ينظف سنانه بالفلوس، يقدر ينظف سنانه عادي جدا بالفرشه، مفيش اي مشاكل خالص. بس بنصحه ان برضو زي ما انت بتعمل سنانك الطبيعيه مينتيننس او صيانه دوريه، برضو تيجي نعمل صيانه دوريه. مش تعتمد بقى ان انا حطيت فينير. ده اللي بيحصل للاسف. للاسف معظم الناس بيركب يقول خلاص بقى انا سناني مش هتسوس واتدارت لا هي صيانه هتيجي كل فتره، ومش هيعمل حاجه اكتر من هو هيطمن على شغله اولا، ثانيا هتطمن على اسنانك هل هي تنفع، هل فيها مشاكل، هل في حاجه اتكسرت. انما ان الفينير يتكسر تاكدي ان هي عاده سيئه عملها العيان ادت الى، يعني لو العاده دي عملها على اسنانه الطبيعيه كانت هتكسرها برضه، لان هي قوتها تقريبا من قوه اسنان الطبيعيه. فهو لو عمل عاده سيئه اكيد هنوصل لمرحله ان هي اكيد هيحصل لها مشكله في اسنانه الطبيعيه او في الفينير او في التركيبات عموما. تمام.